هيحصل لك ايه لو بقيت ايلون ماسك ليوم واحد؟ اول ما تتولد هتلاقي نفسك في جنوب افريقيا من اب اوروبي وام كنديه، وبعدها وانت عندك 17 سنه بتخلع على كندا، ومن هناك بتروح لامريكا، وتجيلك بعدها فكره عبقريه انك تعمل الخرايط على الانترنت، وبعد فتره بتبيع الشركه وتاخد منها ارباح ضخمه، والاول مره في حياتك تمسك ملايين، وتقرر بعدها على طول تعمل شركه تانية خالص للتحويلات الماليه، وفي 2022 بتبيعها وتقرر تعمل احلامك اللي بتتمناها. لهجه انت كل الفلوس دي وما عملتش احلامك؟ انا عفريت وجني شايف اضرب ديناميت اقسامي بوستر. واحلامك كانت عباره عن اول سياره كهربائيه، والاهم انك تقدر تخلي الناس تعيش على كوكب المريخ، وثروتك بدات تتجاوز ال 250 مليار دولار يا ابن المحجوجه، والعالم كله بينبهر بيك ويشكوا فيك ازاي انسان يقدر يعمل كل ده، عشان يجي واحد من فصيله الانسان وهو الدكتور محمود صلاح، عالم ما وراء الطبيعه ودكتور فيزيولوجي سابقا يعني، عشان يكشف حقيقتك. ايوه انت طلعت من الجواحف، اديله يا ابو صلاح اديله، قول يا شتموني. مبروك طلع لك ديل.